عشان تكون مدير شاطر لازم تدور على الجانب المظلم في شخصيتك. حسب نظرية جوهري كل واحد فينا عنده جانب مظلم في شخصيته، كل الناس شايفاه الا هو. زي الشخص اللي كل الناس بتشوفه تنك او مغرور وهو مش شايف نفسه كده، الشخص اللي كل الناس بتقول عليه تافه وهو بس الوحيد اللي شايف نفسه مرح. انت كمان كمدير الناس بتشوفك بطريقة غالبا انت ما تعرفهاش، ممكن تكون حاجة حلوة او وحشة، لكن لازم تخترق الجانب المظلم ده. وده حله حاجة واحدة بس، انك تسأل الناس اللي انت شغال معاهم. حاجة غريبة صح؟ ازاي هسأل الموظف اللي انا بديره ايه رأيك فيا او ايه اللي انت شايفه فيا؟ لكن دي الطريقة الوحيدة عشان تعرف ايه هو الجانب اللي انت مش شايفه. ابدأ بحد انت بتثق فيه واسأله ايه رأيك في ادارتي وطريقة تعاملي معاك ومع باقي التيم. طبعا هيقولك زي الفل يا ريس، لكن ما تفرحش بالكلمتين دول وتسيبه وتمشي، لازم تصر عليه. وعشان ما تحرجوش ابدأ بأسئلة زي ايه لو غيرتوا في طريقة تعاملي معاكم ترتاحوا اكتر؟ ايه اللي لو عملتوا تقدروا تشتغلوا افضل؟ ايه رأيك لازم اطوره في طريقة ادارتي؟ ايه الطريقة اللي تفضلها في تلقي الشغل؟ ولو قدرت اسأله كمان عن الجانب الشخصي عندك. حاول تطمنه انك بتسأله عشان عايز تطور من نفسك ومن ادارتك. ولو قدرت تخليه يتكلم بصراحة صدقني هتسمع كلام غريب جدا عن اللي متوقعه، ممكن يكون صح وممكن طبعا يكون غلط. ما تحاولش تبرر او تنفعل او تدي اي رياكشن، اسمع وبس وفكر بعدين. لكن لو في نقطة مش فاهمها قول له يفكرك بموقف معين. في النهاية اشكره جدا وقول له ان انت فعلا استفدت كتير جدا جدا من كلامه وانك هتفكر فيه وتحاول تشتغل عليه. وقول له كمان انه يقدر يتكلم معاك في اي وقت. لو قدرت تخترق الجانب المظلم ده انت هتقدر تطور نفسك كقائد بشكل مبهر. وزي ما العميل هو اكتر واحد آراءه ممكن تطور الخدمة، الموظف بتاعك هو اكتر واحد يقدر يطور منك كقائد. لكن ما تنساش تشتغل فعلا على اللي قالك عليه عشان ما تفقدش مصداقيتك معاه وما يقولش ان انت بتسمع له بس لكن ما بتنفذش اي حاجة. لو في نقطة انت حابب تناقشوا فيها بعد كده تقدر تناقشوا فيها عشان توصلوا مع بعض لحل وسط. الجانب المظلم ده مش بس في شخصيتك كقائد، ده في شخصية كل واحد فينا. نفس القعدة دي اقعدها مع اصدقائك ومع اقرب الناس ليك، هتسمع كلام صدقني ممكن يكون غريب جدا جدا بالنسبة لك، لكن هتعرف فعلا الناس القريبة منك دي شايفاك ازاي. اراهنك انك هتلاقي حد من صحابك زعلان منك بسبب مواقف انت لا تقصدها اطلاقا، وفي ناس بتقدرك على حاجات انت بتعملها ببساطة جدا بدون تركيز. لكن لازم يكون عندك الشجاعة ان انت تخترق الجانب المظلم ده.